وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية في حلقة جديدة من حلقاتها. وفي هذه الحلقة سنتناول أهم محطات تاريخ اللغة العربية، وهي الأندلس، بعنوان اللغة العربية في العصر الأندلسي. وهذه كما قلنا هي من أهم وأعظم محطات اللغة العربية. في البدء نتعرف على الاسم. الأندلس هي بلاد جنوب إسبانيا. هذه المدينة كانت في ما يسمى أسبانيا، والآن تسمى كذلك أسبانيا بعد ما انتهت هذه الدولة الإسلامية، وهو الاسم الذي أطلقه المسلمون عليها حين فتحوها. ومن أهم مدنها قرناطة وإشبيلية وقرطبة. وعرفت الحضارة العربية وجه في بلاد الأندلس. أصل مسمى الأندلس مأخوذ من قبائل الويندان أو الفندال التي تعود إلى أصل جرمني، وكانت قد احتلت شبه جزيرة إيبيريا في القرنين الثالث والرابع الميلادي، فسميت هذه البلاد فندلوسيا أي بلاد الويندال أو الفندال. وفتحت هذه المدينة بفكرة تعود إلى زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك أن عقبة بن نافع الفهري الذي ولد قبل الهجرة بسنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يسحبه، كان يفكر في اجتياز المضيق من إفريقيا إلى أسبانيا لو تيسر له ذلك. وكلمة إفريقيا كانت تطلق على مدينة تونس الحالية، لأنها كانت تسمى قبل ذلك في العهد الإغريق بأفريكا، أي التي تفرق بين هذه القارة والقارة الأوروبية. وهو الذي فتح مدينة القيروان، وكان لها دور كبير، وفكر في فتح الأندلس. وكما أن موسى بن نصير قبل فتح الأندلس بسنوات كان قد أرسل ابنه عبد الله سنة 89 الموافق لعام 716 ميلاد، ففتح جزائر الأندلس الشرقية أو جزر البليار. فكان هذا الفتح المبكر أيضا أحد عوامل تيسير فتح الأندلس لاحقا. وتم فتح الأندلس سنة 92 هجرية الموافق سنة 671 بقيادة طارق بن زياد، ثم بمعية موسى بن نصير، واستقر المسلمون فيها إلى غاية سنة 897 هجرية الموافق لعام 1492 ميلادية. يعد الفتح الإسلامي للأندلس كما لبقية الأمصار بداية عصر جديد لما ترتب عليه من نتائج دينية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية. وبرغم إدراك المؤرخين العرب بأهمية الفتوحات، إلا أن اهتمامهم قد انصب على رصد الجوانب العسكرية والسياسية لهذه الفتوحات، ولم يمتد ليشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية والحضارية. انتشار الإسلام في الأندلس. كان الفتح الإسلامي سنة 92 هجرية لهذا الإقليم، وكانت الأغلبية الساحقة
من سكانه إما نصارى مذبذبين أو وثنيين أو يهود. ومن هنا سنجد أن أكثرية هؤلاء السكان قد أقبلوا منذ سنوات الفتح الأولى ودون أن تحكمهم عقد الخوف والتهويل على تقبل عقيدة الإسلام والتحول إليه عن قناعة، فلم يرغم إنسان واحد على أن يترك دينه من غير قناعة. والانتشار الإسلامي في القرن الأول الهجري كان خاطف السرعة وسلميا على وجه العموم في كل مكان كانت فيه العقيدة السائدة، إما يهودية وإما نصرانية، كما يدعى حينئذ النصارى. ولم تكن حالة إسبانيا استثنائية، وقد جاء ذلك الإقبال على الإسلام بعد أن علموا بمحاسن الإسلام وعظمته وفضرته، وبعد أن شاهدوا بأم أعينهم سماحة الفاتحين وسمو أخلاقهم وتحطيمهم للنظام الطبقي غير العادل الذي فرضه القوط عليهم، ونشرهم لمبدأ المساواة بين الناس وعدم التمييز بين مسلم وآخر إلا بالتقوى، وبعد أن تنسموا على أيديهم نسيم الحرية التي اكتملت بها إنسانيتهم وأبدعت في ظلالها عقولهم وجادت أنفسهم بالخير والبذل والعطاء. وقد أشار اثنان من المؤرخين الأندلسيين وهما أبو بكر بن القطية في القرن الرابع، وابن عذار المراكشي من مراكش المغرب في القرن السابع، إلا أن تواجد الإسلام دينا في شبه الجزيرة الإيبيرية وبصورة فاعلة في حوالي سنة 100 الموافق 718، أي في مطلع ولاية السمح ابن مالك الخولاني أمير الأندلس للخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وذلك بعد 9 سنوات فقط من مباشرة أعمال الفتح والغزو. ثم إن الأندلس يبدو لنا عند دخول عبد الرحمن الداخل سنة 138 الموافق لعام 752 ميلادية بلدا إسلاميا استبحر الدين واستقرت قواعده، وتلك ظاهرة فريدة في بابها، فإن الفتح الإسلامي للأندلس لم يكن قد مر به نصف قرن. ويفسر بعض المستشرقين مبادرة أهل البلاد للتحول إلى الإسلام بأنه كان خوفا من الجزية، وهذا خطأ، فالإسلام صريح في معاملة من يؤثر البقاء على دينه، وذلك بدفع الجزية، وهي مبلغ ضئيل جدا، ويعفى منه الشيخ والمرأة والطفل والعاجز، كما أعفي منه الرهبان المنقطعين في أديرتهم. كذلك من الممكن تأجيل تحصيلها من المعسر حتى تتحسن أحواله. دور الفتوحات في نشر اللغة العربية: ترتب على الفتوحات الإسلامية أن انتشر الإسلام انتشارا واسعا وعفويا بين سكان البلاد المفتوحة، حيث انبثقت ظاهرة حضارية فريدة من نوعها انتشرت بفضلها اللغة العربية لغة حضارية عالمية، وأصبحت لغة مشتركة في تلك المناطق التي كانت تشكل نحو ثلثي الربع المسكون حينذاك. ومن هذا الواقع الجديد فإن اللغة العربية أصبحت لسانا عاما لجميع المسلمين ولغة علمية مشتركة بين العلماء، وكانت اللغة العربية لغة العلم والتعليم والثقافة والأدب والتأليف في أنحاء العالم الإسلامي، وامتد باعها إلى كل بقعة وصل إليها الإسلام، وكان انتشارها أكثر بكثير مما هي عليه الآن، وبلغت من سعة الانتشار ما لم تبلغه اللغة اليونانية ولا غيرها. ويقارن هذا المستشرق بين فتح الجرمن للعالم الروماني والفتوحات الإسلامية، ويقول: عندما انتصر الجرمن على الرومان فإن الجرماني المنتصر هو الذي انجذب تلقائيا إلى الرومانية المغلوب، وتخلى تدريجيا عن جرمانيته وترمون، أي صار رومانيا، لأنه لم يكن يحمل دينا أو ثقافة ليواجه بها نصرانية الرومان.
أما بالنسبة للعرب المسلمين المنتصرون فإن سكان البلاد المفتوحة هم الذين انجذبوا إلى الفاتحين المسلمين واستعربوا، لأن الفاتحين كانوا يحملون عقيدة جديدة ومبادئ حضارة وليدة، أي أخذت من هذه الشعوب تعتنق دين الفاتحين المسلمين وتتعلم لغتهم دون استخدام البعثات التبشيرية أو ممارسة أي ضغوط. أما الجماعات التي بقيت على ديانتها السابقة فقد دفعت الجزية وتمتعت بحماية الدولة العربية الإسلامية. ولا مجال لعبارات مثل فرض العرب دينهم ولغتهم وعاداتهم، مما يبدو منه أن هذا الانتشار كان بالقهر، وأن قبول الذميين الإسلام كان لأسباب اقتصادية كالتهرب من دفع الجزية، بينما هي في الإسلام تقابل ضريبة الدفع. الجزية في الإسلام هي تؤخذ من النصارى أو اليهود حتى يكون في حماية الدولة الإسلامية ولا ينخرط في الجيش وليست لهم كل واجبات كواجب المسلم في الدولة الإسلامية. ولذلك فإن أكثرية سكان البلاد المفتوحة قد وقفت موقفا إيجابيا من الفاتحين المسلمين ورحبت بهم ترحيبا حارا أملا في التمتع بحريتها، ولا سيما أن ما حمله الإسلام من مبادئ المساواة والحرية والعدالة يستجيب لأماني هذه الشعوب المقهورة ويحمل الإسلام أقرب إلى حياتهم وأحرص على كرامتهم. وقد مهد الفاتحون المسلمون الذين تمثلوا مبادئ الإسلام الذي به نهضوا وسادوا جميع الشعوب التي حكموها الطريق للاندماج في مجتمعهم، وأفسحوا لهم المجال لتقلد جميع الوظائف للقيام بها، وعلى أيديهم دخلت لم يكن لها مساهمات ملموسة في تكوين الحضارات الإنسانية إلى التاريخ بقوة. عوامل سرعة انتشار اللغة العربية في الأندلس كان ذلك التحول إلى الإسلام من قبل السكان الأصليين في الأندلس، بداية التخالط السكاني والتمازج الثقافي، ولم تبقى على عقيدتها سوى قلة من الكاثوليك إلى جانب قلة من اليهود، ولكن حتى هؤلاء وأولئك لم يلبثوا أن استعربوا ثقافة ولسانا وأسلوب حياة بعد عدة عقود، وذلك بلا ضقينة وتململ. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الأعزاء. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى، ونواصل فيما انقطع من حديث عن اللغة العربية في عصر الأندلس ومكانتها. وكما ذكرنا أن هذه المحطة هي من أهم محطات اللغة العربية في انتشارها وفي توسعها في العالم. وهكذا فمع دخول أهل البلاد الأصليين في دين الله أصبح المسلمون من العرب والبربر قلة بينهم، العرب الذين جاءوا من المشرق والبربر هم الذين جاءوا من المغرب العربي. وأصبح المسلمون من أهل البلاد جند الإسلام، وهم الذين حملوا بعد ذلك أمانة نشره وحمايته في تلك الأصقاع، كما حدث في الأصقاع المفتوحة، بيد أن العرب وإن كانوا الأقل عددا ظلوا يمثلون مركز الثقل في هذا المجتمع، ولأنهم جاءوا علماء وجاءوا حفظة وأدباء وتقع على عاتقهم أعظم المسؤوليات. وفي
وفي مقدمتها نشر الإسلام واللغة العربية، وهذه الأخيرة التي انتشرت مع انتشار الإسلام في جميع أرجاء الأندلس. لذلك نجد في كل اللغات التي كانت في ذاك الوقت عند فتح الأندلس قد اتخذت من المفردات العربية باعا كبيرا، وعربت بعض اللهجات أو اللغات، فصارت هنالك كلمات عربية استخدمت في هذه اللغات أو اللهجات، وحلت تدريجيا محلة اللغات الأجنبية، أي اللغة العربية التي فرضتها الدول السابقة من ناحية، ومحل اللهجات المحلية التي كان يتحدث بها سكان البلاد قادة الفتح، وذلك نظرا للارتباط الوثيق بين الإسلام واللغة العربية. اللغة العربية والإسلام شيئان متناسقان يذهبان مع بعض ومرتبطان ارتباطا وثيقا، لأن اللغة العربية جاء بها القرآن، والإسلام جاء بالقرآن. لذلك هذه اللغة لازم أن تكون حاضرة في كل فتح من فتوحات الإسلام في العالم. ويمكن القول إن العوامل التي ساعدت اللغة العربية ومن ثم الثقافة العربية الإسلامية على انتشار هي لأن اللغة العربية هي لغة القرآن، وكان على كل مسلم وما زال أن يتعلم اللغة العربية كي يفهم كتاب الله ويقوم بواجباته الدينية. ويمكن القول إن الإسلام والعربية سارا جنبا إلى جنب وأسهما في تحطيم الحواجز النفسية والمعنوية واللغوية التي تفصل المسلمين الفاتحين عن السكان الأصليين. يعني هذه اللغة صارت هي رابطة بين الفاتحين وأهل البلاد الأصليين. ثانيا، علاقات المصاهرة والجوار بين الفاتحين والسكان الأصليين، فقد ارتبط الكثيرون من العرب والبربر بعلاقات المساهرة، أي التزاوج من أهل البلاد، وعاشوا معهم متجاورين متساوين، وعن طريق هذا التجاور انتشر الإسلام بين أهل الجزيرة، وبانتشاره انتشرت اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية. وصول ذلك السيل المتصل من الفقهاء والمحدثين وحفظة القرآن ورواة أخبار العرب وشعرهم وتاريخهم من المشرق وخاصة من الحجاز، ساعد على انتشار لغة العرب وثقافتهم في وقت مبكر نسبيا، وذلك أن مهاجر العرب إلى الأندلس كانوا من أعرق القبائل العربية وعرفها بالدين. وهذا التمازج أنشأ هنالك حضارة وهنالك علم ودور علم، كما قال الشاعر: كانت أوروبا ظلاما ضل سالكه وشمس أندلس بالعلم تهديه. فكان الأوروبيون أو النصارى يأتون إلى الأندلس يتعلمون العلوم العربية بما يسمى بالمستشرقين، ولأن أوروبا كانت في ظلام والأندلس كانت شمس تهدي هؤلاء الناس. كانت العربية لغة الفاتحين والدولة العربية الإسلامية الناشئة، وغدت لغة الدواوين بعد أن تم تعريبها على أيدي الأمويين، ولهذا كان على كل من يتعامل مع الدولة أن يتعلم لغتها، وفي مقدمة هؤلاء رعاياها من أهل البلاد من المسلمين الجدد وغيرهم. هكذا هذه اللغة العربية فرضت نفسها في هذا المجتمع الجديد، والمجتمع تفاعل معها وانجذب إليها واستعرب وسار من أهل اللغة العربية. مظاهر التعريب، أي تعريب المعاني وتعريب اللغة في الأندلس. ومن المظاهر التي شاعت في هذا الوقت شيوع استخدام اسم الأندلس. كما قلنا كلمة الأندلس هي كانت في الأصل لقبائل الويندال أو الفاندال، فجاء العرب وسموها أندلس وعربت فصارت عربية،
لقد كان أهم مظهر من مظاهر انتشار التعريب في هذا العهد المبكر في شبه الجزيرة الإيبيرية هو شيوع استخدام اسم الأندلس للولاية الإسلامية الجديدة بدلا من إسبانيا، وهو الاسم الذي كان شائعا ومستخدما بعيد الفتح. لقد أطلق المسلمون على هذه البلاد منذ البداية اسم الأندلس، ويبدو أنهم تبنوه وأشاعوه في سنوات الفتح الأولى، بدليل أننا نجده على قطعة نقدية وصلتنا تعود إلى سنة 98 هجرية الموافق لعام 716 ميلادي، وهي عبارة عن دينار مزدوج اللقة نقش على أحد وجهيه باللاتينية، وعلى وجهه الآخر نقش باللغة العربية، أي ضرب في الأندلس. تعريب النقود. ومن مظاهر انتشار التعريب في الأندلس في وقت مبكر أيضا تعريب النقود، وفيما يبدو أن عملية إصلاح ضرب النقود على الطراز الإسلامي العربي قد استكملت في ولاية السمح بن مالك الخولاني. هذه تعريب أو مظاهر التعريب في الأندلس. تعريب اسم الأندلس صار اسما عربيا يعرب، وكذلك النقود التي ضربت في هذه الولاية الجديدة الولاية الإسلامية على الطراز العربي الإسلامي وسميت بدينار، وذلك في ولاية السمح بن مالك الخولاني في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، وذلك بعد أن كان القائد الفاتح موسى بن نصير قد دشن هذه العملية بعد الفتح مباشرة بضرب عملة ذهبية وأخرى برنزية في دار السكة القوطية بطليطلة لصرف رواتب الجند، وهذا هو القائد الفاتح موسى بن نصير. كذلك دشن هذه العملية بعد الفتح مباشرة بضرب عملة ذهبية وأخرى برنزية حتى يصرف الرواتب للجند، وذلك بمدينة طليطلة في دار السك القوطية. وقد ظهر في عهد السمح أول دينار عربي معرب، وأصبحت بالعربية ابتداء من سنة 102 الموافق لعام 721 ميلادية. ويظهر الاسمان المتنازعان في الكتابة المزدوجة، اللغة الأسبانية في النص اللاتيني والأندلس بالعربية، ليدلا على الواقع نفسه، ثم تقليب الأخيرة أي الأندلس بعد ذلك بصفة نهائية. يعني كانت كما قلنا تكتب في العملة التي كانت في ذاك الوقت باللغة اللاتينية في وجه، وفي وجه آخر باللغة العربية. مثلا ضرب في الأندلس أي هذه النقود، ولكن بعد ذلك عربت وصارت باللغة العربية في الوجهين للعملة. وبهذا نصل إلى نهاية هذا البرنامج، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي